عام 2999 المغرب الإمبراطوري وكأس كواكب إفريقيا. في هذا الزمان المغرب مبقاش غير دولة ولا قوة عظمى مسيطرة على نص ديال المجرة. كعلى الكواكب الإفريقية نيجيريا الزرقاء، السنغال الخضراء، والجزائر الثقب الأسود مجتمعين في الرباط الفضائية مش يلعبوا نهائي كأس كواكب إفريقيا. أولاً البينالتي المعجز في الدقيقة 90 والنتيجة تعادل، واحد لاعب سنغالي عنده 6 ديال اليدين شد اللاعب المغربي من عنقه وطيره حتى المدار كوكب المريخ. الحكم روبو مبرمج في الدار البيضاء صفر بينالتي واضحة. العالم كله حابس النفس. المعلقين في القنوات الفضائية المصرية والجزائرية بدأوا كيهدروا. يا جماعة، المغرب حيستخدم السحر الرقمي عشان ياخد الكاس، دي مؤامرة كونية. ثانياً قرار السياد كبار العقول. إبراهيم دياز النسخة السيبرنتيكية سايبورغ حط الكورة، وفجأة جاه اتصال لاسلكي من المركز القيادي الأعلى في الرباط. إبراهيم اسمعني مزيان، احنا كبار بزاف على هذا الكاس، السنغاليين ضياف عندنا وما بغيناش نرجعوهم لكوكبهم زعلانين. تير البنالتي في جهة نجم الشمان وخلي ليهم الكاس هدية، حيث العلاقات الدبلوماسية مع المجرة أهم من طرف ديال الحديد مذهب. إبراهيم دياز بابتسامة عريضة ضرب الكورة وخرجها لبارة عن قصد. اللعابة ديال السنغال بقوا مصدومين والجمهور العالمي ما فاهم والو. ثالثاً زلزال الإعلام الميكروبي. مباشرة من بعد الماتش ناض الإعلام المعارض كيهلل، شفتوا المغرب خسر، المغرب ضعيف. ولكن ناض واحد أستاذ مصري من حكماء المجرة سميته المصري المنصف وطلع في فيديو هولوغرام وقال لهم هذه الجملة التاريخية: يا غجر يا أنانيين، المغرب ما خسرش، المغرب تنازل، المغرب هو الأب والأم ديال هذه القارة. وشفتوا شي أب كشحط ولده على كورة؟ المغرب عطى درس في الكبرياء الكوني. تعلموا يا مصريين، تعلموا يا جزائريين، راه المغاربة هربوا عليكم بمليون سنة ضوئية في التفكير.